ازيكم يا شباب؟ عاملين النهارده معاكم في فيديو جديد. فيديو النهارده عندنا الجانب المظلم من حياه كاردي بي. كاردي بي يعني في فتره قصيره بقت اشهر واحده بتغني راب في العالم. كان عندها ستايل معين بيها كده، عندها قصه كامله بالمعاناه اللي هي عاشتها في رحلتها للوصول للنجاح. كل ده نعرفه النهارده. طبعا زي ما انتم متعودين في فيديوهات الجانب المظلم بنتكلم عن قصه الشخص، بعد كده بنخش على الجانب المظلم اللي هو وصل له. اتولدت كاردي بي واسمها الحقيقي بيلكاليس مارلينس المنظار، يعني اسم صعب انا مش فاهم. اتولدت 11 اكتوبر 1992 في حي اسمه برونكس في نيويورك. ابوها من جمهورية اسمها الدومينيكان، وامها من جمهورية اسمها ترينيداد. وبدايتها من الصفر كانت بسيطة، يعني ما كانش معاها حتى حاجة تساعدها. كانت عايشة في حي يعني كله مشاكل وجرايم، وفي ناس عاشروها وهي صغيرة قالوا انها كانت بتحب العنف، وكانت اي حد بيكلمها كانت ومالها صباح يا عين امك مش عاجباكي. كاردي كانت بتتكلم عن امها كتير، وكانت بتقول ان هي كانت شخصيه غريبه جدا. You know, my mom, I never really had a bad relationship. I never was the type to be like, I hate my mother and everything. My mom was just super strict. وده اللي خلاها تزيد في العند اكتر وتسيب البيت وتمشي وهي في سن صغير. يعني كاردي بي كانت اغلب وقتها كانت بتقضيه في بيت جدتها، وده السبب ان شخصيتها طلعت غريبه شويه عن اخواتها. يعني حتى كاردي بي هي قالت بنفسها ان قعدتها في بيت جدتها هو اللي خلى شخصيتها تبقى عنيفه وتبقى غريبه في طريقتها كده. لما كاردي بي بقى دخلت المدرسه، ساعه ما دخلت المدرسه كان عندها 16 سنه، وكانت بتقول ان هي كان عندها مشاكل كتير مع المدرسين والطلبه هناك. طبيعي يعني معروف ان اي فنان حالته الدراسيه ما كانتش حلوه. وهي عندها 16 سنه دخلت عصابه اسمها بلادز. معرفش حد منكم عارفها ولا لا، بس طبعا ما كانتش حاجه حلوه ان هي دخلت عصابه، لان دخلت في سكه السرقه والحاجات دي. وعيلتها كانت فقيره لدرجه ان اصحابها في المدرسه كانوا بيتنمروا عليها بسبب ان لبسها كان قديم ومش ماشي مع الموضه. بعدها كاردي بي بدات تشتغل في ممكن نقول النايت كلاب، ونخش في قصتها من بدايه الرقص للشغل للنايت كلاب. كاردي بي اشتغلت في سوبر ماركت وهي عندها 18 سنه. يعني تخيل تروح تشتري حاجه من السوبر ماركت تلاقي كاردي بي بتقول لك ما عنديش فك، خد بالباقي البان. ومن السوبر ماركت صاحبه المكان قالت لها ليه ما تروحيش تشتغلي في نايت كلاب. في الاول كاردي بي كانت رافضه الحوار ده اصلا، بس بعدها بفتره عشان هي كانت محتاجه فلوس بطريقه مش عاديه راحت واشتغلت في النايت كلاب. كاردي بي اشتغلت في النايت كلاب رقاصه، بس دي كانت نقطة تحول كبيرة لحياة كاردي بي. برغم ان الشغل كان صعب بس هي قدرت تجمع مبلغ وتبني بيه حياتها. وكانت قالت قبل كده ان هي بتنزل الشغل عشان تهرب من العنف بتاع البيت. في 2013 كاردي بي دخلت في عالم السوشيال ميديا. على الانستجرام بدأت تنزل فيديوهات ريلز، كانت بتنزل فيديوهات كتير، يعني كل يوم تلاقيها بتنزل 10 فيديوهات. في الوقت ده بدأت تتشهر اكتر قبل ما تبدأ تغني، والناس بدأت تحب شخصيتها اللي هي كانت بتعمل بيها الفيديوهات دي، فده اللي خلاها انها تتشهر اكتر بسبب الشهرة اللي حققتها على الانستجرام. برنامج اسمه الحب والهيب هوب في نيويورك، البرنامج ده اللي خلى ناس كتير تاخد بالها من كاردي بي، وده كان سبب شهرتها. بعدها بقى بفترة بدأت تدخل في عالم الغنى. في 2017 كاردي بي نزلت اغنية اسمها بوداك كيلو. الاغنية دي كسرت الدنيا في ساعتها، يعني الاغنية دي حولتها بطريقة مش عادية من ولا حاجة لنجمة. الاغنية كانت زي اعلان ان في نجمة جديدة دخلت، وطبعا زي ما احنا عارفين مفيش شهرة من غير جانب مظلم. كاردي بي عندها مشاكل كتيرة مع ناس فنانين زيها، وده اللي خلاها تخش في مشكلة مع فنانة برضو مشهورة كانت صاحبتها. الاتنين كانوا يعتبر بيلقحوا على بعض في الفيديوهات، بس الحوار ما وقفش عند اللي هو كام فيديو وخلاص. الموضوع اتطور. في حفلة هاربرز بازار في 2018 كاردي كانت هتضرب نيكي بالجزمة. اللي هيقرب مني هشق الازازه دي في دماغه في وسط الحفلة، وشوية بشوية الموضوع اتطور. بعدها كاردي بي وقعت في الحب، ارتبطت بمغني راب اسمه اوفيست، وارتبطوا رسميا في 2017. وعلاقتهم بقى كانت مليانة مشاكل وخيانة، وهوب في 2018 انفصلوا بعد ما كاردي عرفت ان اوفيس بيخونها. فضل يحاول يرجعها كتير وهي برضه مش موافقة، لدرجة ان كانت عاملة حفلة، دخل الحفلة وسط كل الناس واعتذر لها في نص الحفلة عادي. لكن بعدها رجعوا لبعض، بس حياتهم ما كانتش ماشيه زي الفل. زي ما قلنا في الاول كاردي بي كانت شخصيتها دايما عنيفه وجريئه. في 2019 اتقبض على كاردي بي
بسبب خناقه في النايت كلاب. مش عايزين نخش في موضوع اكتر، بس هي جالها تهم كتير بس قدرت تطلع منهم. اتكلمت كتير عن حاجات في السياسه وفي الاعلام وفي حاجات كتير، وكانت دخلت مع لقاءات مع ناس من الاعلام وكده، بس انتوا عارفين ان شخصيتها عصبيه شويه، فكانت بتقعد تتخانق معاهم بقى. كاردي بي قالت كتير ان هي عملت عمليات تجميل من بعد ما اتولدت، كانت عايزه تغير شكلها، كانت عايزه تعمل عمليه تجميل. يعني عمليه التجميل كان لها جانب مظلم، وده اللي خلاها توقف غنى لفتره بسبب مشاكل صحيه. وبس كده كنا وصلنا للفيديو النهارده. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس واعمل لايك. سلام.